السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الكريمات، أهلا بجميع المشاهدات والمشتركات من هذا الفيديو. نقول لكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير، وإن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. ربي يهنيكم أخواتي الكريمات، وربي يحفظكم من كل سوء. اليوم راح ندخل مباشرة في هذه الوصفة تاع البريوش، بزاف بنينة. نسيت ما كنتش نصور من قبل، بصح واش درت فيها نص كاس حليب دافي، نص كاس زيت، نص كاس ماء دافي، وزوج ملاعق نتاع سكر، ودرت فيها شويه نتاع ملح وملعقه اكل خميره نتاع المطلوع، واضفت لها شويه نتاع جلجلان وشويه نتاع حب رشاد. ومن بعد درت الفارينه هنا خرجت لي تقريبا 12 ملعقه نتاع اكل معمره تاع الفارينه. كما راكم تشوفوا الصوره كيفاش راني معمرتها، جاتني 12 ملعقه بالضبط، وكل فارينه وكيفاش. المهم العجينه تاعك تخليها شويه طريه، تكون تلاصق شويه. صدقوني هاد البريوش بزاف بنين. وهذه هي الفارينة اللي وريتها لكم من قبل في الفيديو السابق في مشترياتي من المواد الغذائية اللي شريتها من محل رسيم ب 8000. هاد الفارينة كما راكم تشوفوا فيها راهي مخلطة بالقمح، راهي فيها هكذا حبيبات. عجبتني بزاف لأنه يعني خير من الأخرى. شوفوا كيفاه جات العجينة بزاف هايلة طرية، ونخليها دوكا تخمر شوية ومن بعد نرجع لها. العجينه راهي خمرت معايا. كيفاش رايحه ندير هاد البريوش؟ اولا رايحه نقطعها الى اقراص صغيره متساويه، ومن بعد رايحه ندير كما نقولوا حنا كل حربوش ونديرهم كي الطفيره ولا تولي تشبه شويه على الورده. وهنايا الشكل راه اختياري، كما تحبوا ديروا نتوما الشكل اللي يعجبكم. انا سمحوا لي هنا كنت نخدم بيد ونصور باليد الاخرى، على بها ما كنتش الاز. شوفوا كيفاش جا البريوش نتاعي، ومن بعد راح يزيد يتنفخ في الكوشه ويجي تحفه. قبل ما ندخلوا الكوشه درت له صفار البيض، ودرت له شويه نتاع جلجلان. لكم الحريه والاختيار في الحبوب اللي تديروها. ورايحه ندخل البريوش نتاعي في الفور على درجه حراره 180 درجه، بصح نكونوا مسخناتو من قبل. الفور نكونوا مسخناتو من قبل. شوفوا النتيجه، صدقوني بهذه الفارينه يعني جاني بريوش بزاف شباب يهبل، وهذيك الطراوه وفيه واحد القرمشه بزاف روعه. يعني خاصه الفطور الصباح ياكلوا حاجه هكذا يعني مخدومه في الدار احسن. شوفوا على بالكم جاء ما شاء الله. صدقوني جربوا هذه الوصفه وراح تجيكم وصفه ناجحه باذن الله. بعد رحت للعشاء وكنت ناويه ندير لهم والرز اللي استعملته اللي نستعمله في هذه الوصفه، الرز اللي وريته لكم في مشترياتي اللي هو رز مفور نتاع الثقه. اذا واش حطيت شويه بصل في هذه الوصفه، تسحقوا المارغرين، راح تمد واحد البنه بزاف شابه. اذا ملعقه اكل معمره مارغرين، بصله مسكرفجه، زوج موارس تاع الدجاج يعني حسب عدد الافراد الاسره، وشويه تاع فلفل الكحل، شويه زيت، وشويه كمون، وشويه ثوم مرحي. وهنا ما درتش الملح، درت حبه نتاع جومبو. واللي راح يعطيني اللون هذاك الشباب الاصفر هو هذيك الزروديه اللي سكرفجت حبه زروديه وقليتها مع البصل، ومن بعد ضفت حبه طوماطيش باش تعطيني هذاك اللون تشيني. ومن بعد درت لها شويه نتاع الماء وخليتها الطيب. الماء يعني ديروا تقريبا 3 كيسان قيس ما يتغطى لكم الدجاج. من بعد هنا الدجاج تاعي طاب، نحيته. شوفوا كيف جات لاصوص ما شاء الله. ودرت الروز البنات كنت غسلته 3 مرات، نحيت له هذيك الابيض هذاك 3 مرات وانا نغسل فيه، ومن بعد لحته في هذيك لاصوص، ودرت هذوك الاعشاب العطريه اللي يمدوا لكم واحد الفرق كبير بزاف. شوفوا النتيجه البنات
جاني روز ما شاء الله، حبة بحبة، وهذيك الريحة وهذاك الذوق ما شاء الله ما شاء الله. وعملت ايضا معاه سلطه نتاع روز بيضه بالجبن فقط، رايحه نشاركها معاكم في المره المقبله. درتها لبني يحبها هكذاك بالفورماج. وفي الاخير كانت سحره خفيفه، شويه نتاع مكسرات وشويه نتاع جو، ختمنا بهم النهار تاع اليوم. كما قلت لكم من قبل انا نحب هاد السقايط سيرتو في الليل، نحب ناكل شويه مكسرات ولا شويه تاع ديسير، ولا المهم انا نيفيتي دائما السكريات ما ناكلهمش في الليل. اصلا ما نحبش ناكل سكريات في الليل، ممكن ناكل شويه مع صباح، بصح في الليل ما ناكلش السكريات. اذا هذه هي الوصفات نتاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. وصفه نتاع روز ووصفه نتاع بريوش، جربوهم اخواتي وما تندموش، تهلاو في رواحكم. ربي يحفظكم اخواتي الغاليات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.